مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. مرحبا بكم للعناوين الى التفاصيل. تجرى جهود حثيثه من قبل السكان والاتحادات الوطنيه وافراد قوات الدفاع لمساعده المحتاجين في اقليم القاشبركه. وفي هذا الإطار قدم الاتحاد الوطني للمرأة 100 كنتال من الذرة، ومزارعو مديرية قلوج 100 كنتال من الذرة للمحتاجين، حيث تم توزيع 200 كنتال من الذرة عبر إدارة الإقليم للمواطنين في ضواحي لوكايب وأتاي وأقمايت وأكايديب وهريريب وهوان وحرنايت بمديرية كركبد. كما قدم سكان بلدة شنبقو 75 كنتالا من الذرة، وسكان شهاتي 13 كنتالا، وسكان دنب حمبرتي 11 كنتالا، وسكان قرمي 11 كنتالا وغيرهم من المواد الغذائية، وسكان عنبوري 34 كنتالا من الذرة، حيث تم توزيع تلك الكميات للمحتاجين في مناطقهم. وفي مديرية تسني تم توزيع مواد استهلاكية ل 120 محتاجا تم شراؤها بمبلغ 52 ألف نخفة جمعها الشباب المتطوعين من السكان. كما ساعد أفراد قوات الدفاع في المدينة 118 أسرة محتاجة. وساعد أعضاء الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ووحدات حرس الحدود وأفراد قوات الدفاع في مديرية سلعة حوالي 100 محتاج بالمواد العينية. كما قدم سكان همبكتا أيضا دعما عينيا للمحتاجين. وقدم سكان حي السلام القطاع الأول بمدينة بارونتو 30 كنتالا من الذرة و5 كنتال من السكر ل 240 محتاجا في المنطقة. كما قدم سكان منطقة السلام القطاع الثاني مواد غذائية بقيمة 28 ألف نخفة ل 59 محتاجا. ويواصل سكان اقليم القاشبركه الى جانب مساعده المحتاجين دعم صندوق التصدي لوباء كورونا بالماشيه والاموال، حيث قدم سكان بلده شنبقه 11 راسا من الاقنام، وسكان قرمي 70 راسا، وسكان دنب حمبرتي 11 راسا، وسكان شهاتي 13 راسا، وسكان عنبوري 20 راسا من الاغنام. كما تبرع سكان ربدا بمديرية فورتوساوا ب54 رأسا من الأغنام، وضاحية كولنتيباي ب24 رأسا من الأغنام لنفس الغرض، ليصل مجموع التبرع 203 رأسا من الأغنام. ألقى 14 من أصحاب البيوت المقيمين في الداخل والسعودية وألمانيا وبريطانيا إيجار شهر إلى 13 ل 56 مستأجرا في مدينة دقم حري. فقد ألقت أسرة السيد سجيزآب ذكرياس المقيمة في ألمانيا إيجار شهرين لروضة سناي في هدامو، إلى جانب إيجار شهرين ل7 مستأجرين لمنزلها. وقدم السيد هايلي ألازار 15 ألف نخفة ل 37 محتاجا، والسيدة سمراويت نقوسي 5000 نخفة ل 20 محتاجا، والسيدة أزيب محاري 11 كنتالا من الذرة لنفس الغرض. وقدم 15 من سكان وسط المدينة الذرة بقيمة 36,500 نخفة ل 125 محتاجا، ولا يزال يتواصل الدعم حتى الآن. وفي ذات السياق ألقت السيدة الغانيش تفري المقيمة في العاصمة البريطانية لندن إيجار 3 أشهر عن كاهل 3 من الأسر التي تستأجر منزلها في مدينة مندفرة. تستمر التبرعات المالية والعينية في الداخل والمهجر لتنمية صندوق التصدي لوباء فيروس كورونا. ويشير تقرير وزارة الصحة اليومي بأن عمال المكتب المركزي ومكاتب الأقاليم ومركز التدريب المهني في مصوع وعمال المكتب المركزي للكونفدرالية الوطنية للعمال تبرعوا بمرتب شهر، ليصل مجموع التبرع 328,410 نخفة. كما تبرع مصنع ولدو بلاي لتدوير الإطارات 300 ألف نخفة، وشركة إيري إيكوب الخاصة 121,787 نخفة.
وعمال برنامج الادخار والقروض 58,200 نقفة. وتبرعت جمعية منتجي الخضر والفاكهة في مديرية مندفرة ب50,000 نقفة، وجمعية منتجي الخضر والفاكهة في إمن حيلي ب30,000 نقفة، ومصنع أسمرة للألبان ب25,000 نقفة، ومكتب المركز الفني للخدمات العامة ب25,000 نقفة، ومصنع البحر الأحمر للصابون 20,000 نقفة، ومؤسسة أسرة أمانيل والقرقيش ب20,000 نقفة، وعمال مدبر بأسمرة 20,000 نقفة، وبقالة قيانوس 10,000 نقفة، وزينب فوم فاكتوري 10,000 نقفة، وفندق مامونا بمندفرة 10,000 نقفة، وعمال مكتب إدارة الخدمات المدنية ب5,000 نقفة، ومؤسسة كدانة الرغة ب5,000 نقفة. كما تبرع عدد كبير من الأفراد والأسر لذات القرض بحوالي 200,000 نقفة. في غضون ذلك تبرع الإريتريون في الدول الإسكندنافية ب300,000 كرونر، ليضاف إلى تبرعهم السابق بمبلغ 4,700,000 كرونر سويدي، ليبلغ إجمالي التبرع 5 مليون كرونر سويدي. وقدم الإريتريون في النرويج عبر لجان العمل المشكلة بعجالة في أوسلو وضواحيها، وبيرغن وضواحيها، وكريستيا ساد وضواحيها، وساتا فانجر وضواحيها، وتروندهايم وضواحيها، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وجمعية المعاقين، والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، قدموا أكثر من 1,500,000 كرونر. كما قرر عدد كبير من الإريتريين المقيمين في النرويج والدنمارك والسويد إلقاء إيجارات بيوتهم في إريتريا من 2 إلى 3 أشهر. قدم الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر مساعدات عينية ل69 أسرة تضررت مساكنها وممتلكاتها جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت فجر 21 من أبريل، شملت دعم الغذاء والمواد المستخدمة في الحياة اليومية. من ناحية ثانية، قدم أعضاء المستشفى العسكري في دحتم مواد غذائية ل40 أسرة في منطقة منكعكع وأيروري تأثرت بتعليمات مكافحة كورونا. كما قدم الدعم ل400 أسرة في مدينة عصب وبلدات إقليم جنوب البحر الأحمر. من جهة أخرى، يجب القيام بإجراءات عملية لمعالجة الخروقات في التعليمات الصادرة والتي تظهر في بعض الأماكن والساعات المحددة في مدينة عصب، حيث تشهد منطقة عصب صقير كثافة في حركة الشباب والأطفال في فترات بعد الظهيرة، فضلا عن التجمعات في أسواق السمك والتي تشجع على انتشار الأمراض. وأوضحت كاميرا وكالة إيرينا بأن معظم التعليمات يتم تطبيقها، إلا أن التجاوزات تزداد يوما بعد آخر. أعلنت سلطة الغابات والحياة البرية بأن الغابات والحياة البرية في وضع جيد بمديرية قلعلو بفضل غزارة الأمطار العام الماضي. وأوضح مسؤول السلطة في المديرية السيد محمد أحمد لوكالة إيرينا أن السكان وخاصة الشباب يقومون بأنشطة فاعلة لحراسة محمية غندول. وتنمو الأشجار وتتكاثر الحيوانات البرية أيضا في محمية حري الواقعة على بعد 33 كيلومترا من بلدة قلعلو. هذا ويوجد في مديرية قلعلو عدد كبير من الأشجار المعمرة المستوطنة ونوعين من القزلان، وكذا النعام والحمر الوحشية والطيور المعروفة باسم عندالو وغيرها من الحيوانات البرية. تشهد ضاحية الوربية بمديرية فرو أنشطة فاعلة في مجال الزراعة المروية. وأوضح المزارعون بأن الخبرات المكتسبة مكنتهم من إنتاج الخضر والانتقال إلى زراعة الفاكهة، وأشاروا إلى البدء في إنتاج الفواكه وتسويقها، مؤكدين الدور الهام لإرشادات الكادر الزراعي في إنجاح أنشطتهم الزراعية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قالت وزارة الدفاع التركية أن ما لا يقل عن 40 مدنيا من بينهم 11 طفلا لقوا حتفهم لدى تفجير قنبلة في شاحنة نفط ببلدة عفرين بشمال سوريا، منحية باللوم إلى الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وقالت الوزارة أن الانفجار وقع في منطقة مزدحمة في وسط عفرين. وبثت الوزارة مقطعا مصورا يظهر دخانا أسودا يتصاعد في الهواء في حين سمعت أصوات أبواق سيارات الإسعاف والشرطة. ونددت الولايات المتحدة الأمريكية بالهجوم الذي قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاجوس أنه حصد أرواح أشخاص كانوا يتسوقون استعدادا لإفطار رمضان. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية على صلة بنشطاء أكراد على أراضيها، وشنت عمليات عسكرية في شمال سوريا لإبعادها عن حدودها.
نددت الصين بالانتقادات الدولية التي تعرضت لها على خلفية تفشي فيروس كورونا، وبشكل خاص ما اعتبرته أكاذيب مكشوفة من قبل السياسيين الأمريكيين، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب. وظهر الفيروس أول مرة في مدينة ووهان الصينية قبل أن يتفشى في أنحاء العالم، مما دفع دولا بينها الولايات المتحدة وأستراليا للمطالبة بتحقيق بشأن كيفية تحوله إلى وباء عالمي. لكن بكين سارعت للرد على الانتقادات الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تهاجمها لصرف الأنظار عن طريقة تعاطي واشنطن مع تفشي الوباء على أراضيها. ودافعت كذلك عن سفيرها لدى أستراليا الذي حذر من أن الصينيين قد يقاطعون المنتجات المستوردة كرد على المطالبات بفتح تحقيق بشأن الفيروس. وكان السفير تشينغ جينغي حذر بلهجة تهديد واضحة من أن الضغط لفتح تحقيق مستقل بشأن أساس تفشي الفيروس هو أمر خطير، وقد يدفع الصينيين للتوقف عن شراء الأغذية الأسترالية أو حضور الجامعات الأسترالية. دفعت الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأعاصير والحرائق الناتجة عن الأزمة المناخية بملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم سنويا. ووفقا للتقرير العالمي حول النزوح الداخلي الذي نشره مركز رصد النزوح الداخلي التابع للأمم المتحدة، يعيش 45.7 مليون شخص كمشردين ولاجئين في بلدانهم بسبب النزاعات والعنف. وتحول الأشخاص إلى لاجئين داخل بلدانهم الأم جراء الكوارث المناخية بين العام 2009 والعام الماضي. ويكشف العدد المسجل لحالات الطوارئ المناخية على امتداد العقد الأخير ارتفاع الرقم إلى 5 أضعاف. وشكل المناخ السبب الأكبر لإجبار الأشخاص على مغادرة منازلهم، حتى أنه تفوق على الحروب في التسبب بتشريد الناس. وتسبب الكوارث الطبيعية في نحو 3/4 حالات النزوح الجديدة المسجلة في جميع أنحاء العالم في عام 2019، وهو ما يمثل 24.9 مليون. حذر المدير التنفيذي لشركة ايرباص المنتجة للطائرات من العواقب المدمرة لوباء كورونا على الشركة. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها بصدد خفض إنتاجها بمعدل الثلث. وجاء هذا التطور بينما يواجه قطاع الطيران المدني صعوبات جمة بسبب انتشار فيروس كورونا قد تؤدي إلى انكماشه إلى حد كبير. كما قال غيوم فاوري لموظفي ايرباص البالغ عددهم 135 ألفا أن عليهم الاستعداد لعمليات تسريح قد تكون على نطاق واسع. وحذر من أن قدرة الشركة على الديمومة مهددة ما لم تتخذ إجراءات فورية، حسب ما أوردته وكالة رويترز. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.